أحلى كبدة بانيه هتعمليها وكمان مش هتاخد منِّك وقت نهائي. كبدة بلدي طبعًا جايباها من جزار مضمون، ما بنغسلش الكبدة نهائي يا جماعة ولا بتتنقع في لبن علشان الزفارة وما نضيّعش كمان الفوايد بتاعتها. متقطعة شرايح وسط. هابدأ بقى أجهّز التتبيلة اللي هانقع فيها الكبدة. كوباية كبيرة من مَيّة البصل، بصلتين كبار عصرتهم وشِلت تفل البصل في الفريزر لوصفة تانية. هاضيف بقى على مَيّة البصل معلقة كبيرة من التوم المفروم، وفلفل حامي قطّعتها كده شرايح صغيّرة، هو اختياري بس بيدّي تيست حلو كده للكبدة، ومعلقة صغيّرة من الكمون والكزبرة والفلفل الأسمر والبابريكا والملح. هانقع بقى الكبدة في التتبيلة من ساعة لساعتين. هابدأ بقى أجهّز الغلاف الخارجي اللي هاعمل بيه الكبدة. أنا باحب أستخدم البقسماط الناعم، هاضيف كوباية كبيرة، ممكن تستخدمي الردة زي ما تحبي. هاضيف عليها معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقة صغيرة من النشا، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والثوم البودر والبصل باودر والملح. هابدأ بقى أقلب كل ده كويس جدًا مع بعض. وطبعًا ممكن تكوني مجهزة الخليط ده دايمًا عندِك في باب التلاجة للاستخدام. وبعد ما الكبدة اتبلت هابدأ بقى أغلفها بالبقسماط. هاطلعها من التتبيلة وهانفضها كويس جدًا علشان التتبيلة دي ما تتحرقش مني في الزيت. خلصت كل الكمية هاشيلها في الفريزر نص ساعة علشان تتشمع. في زيت ساخن بقى وغزير هانزل الكبدة علشان الكبدة تستوي براحتها وما تتحرقش مني. يا دوبك دقيقة على كل جنب، هتلاقيها استوت معاكِ بسرعة لأن مَيّة البصل بتساعد على تسوية الكبدة. شايفين الشكل؟ تحفة، جميلة جدًا والريحة رهيبة. هاقدّم جنبها بقى سلطة الطحينة والعيش البلدي بتاعنا الجميل. هاعمل ساندوتشات كبدة عليها عصرة ليمون والطحينة، تحفة، أحلى بكتير من المطاعم. لو الوصفة عجبتِك ما تنسيش تعملي لي لايك وشير.